صفر امين عمر المحله مش هتنام النهارده. مش ممكن. بسم الله توكلنا على الله الى المحله. الطريق كان طويل بس جمهور الاهلي كان في كل حته على الطريق. هنا خلاص كنا وصلنا عند مدخل المحله. كنت نزلت ستوري عندي كده وقلت للناس بتوع المحله يرشحوا لي اماكن اكل فيها او اماكن تكون جامده وغريبه في المحله، فكل الناس اجمعت على مكانين. المكان الاول سندوتش المكرونه في ابو عمر، وده اللي متابعني هيبقى عارف ان انا اكلته وجربته السنه اللي فاتت في ماتش الزمالك. والمكان الثاني كان البغل، فول وطعميه، وكل الناس مجمعه عليه بصراحه. بس غريب ان انا لقيت بغال كتير في المحله، انا يعني بغال اللي هو اسم المحل، فاهم؟ يعني في محلات كتير اسمها البغل. واضح ان هو مشهور هنا، فاتمنى اللي انا هروح له ده يبقى هو الاصلي مش المضروب. فيلا بينا. لك ان تتخيل ان المطعم ده من سنه 1934 والاسم الغريب ده جاي من اسم العيله اصلا. عايز واحد فول وواحد طعميه وواحد بطاطس. خدنا الاكل، تعالى نروح نقعد في مكان هادي كده لان اسعارهم طيبه قوي وندوق. يلا بينا نجرب نشوف البغل ده بيقول ايه. لذيذ والله، تعالوا جربوه. ويلا بينا على الاستاد. بس قبل الاستاد في حاجه مهمه جدا عايز اكلمكم عليها. بص المتعه، بص كم الجمهور، بص محله موجود واهلي موجود، وكل طول ما انت ماشي بقى كده هتلاقي تيشيرتات الاهلي في كل حته. وصلنا الملعب زي ما انت شايف ورايا، هتلاقي المداخن دي منوره. المداخن دي مش اي حاجه، وراها تاريخ كبير لان وراها مصنع ليه قصه لازم نحكيها. المداخن دي بتاعت مصنع غزل المحله اللي سنه 73 عملنا بيه احلى لقطه على البعده. بعد ما انتصرنا الرئيس السادات اصر يرجع الاسرى بتوعهم باحلى طقم بيجامات كاستور من انتاج رجالتنا في مصنع غزل المحله، عشان يفضلوا فاكرين اللقطه دي طول حياتهم. ولحد دلوقتي مع كل ذكرى للانتصار بتظهر اللقطه دي تاني. خلصنا الاكل وخلصنا التاريخ، تيجي نشوف الحاضر بتاعنا بقى بيقول ايه في الاستاد جوه، لان انا متحمس جدا للماتش ده. دخلنا الملعب والمنظر مبهر ومبشر جدا 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 جدا. وهنا محله وحاجه يعني في منتهى المتعه. الناوي بدا ينزل يسخن، وبمجرد ما نزل الملعب المدرجات اتقلبت تماما دعما ليه بعد وفاه والده. حاجه من حاجات زمان الجمهور نده على اللعيبه واحد واحد، ودي حاجه ما بنشوفهاش بقالنا كتير. الاهلي اول حاجه عملها بعت رسائل للخطيب والمجلس الاداره، بس قويه شويه. عدى 20 دقيقة وخطورة الأهلي ما ظهرتش غير في كرة واحدة تقريبا، ولسه النتيجة 0-0. جمهور الأهلي اللي أنا شايفه ده مختلف تماما عن جمهور الأهلي اللي احنا بنشوفه.
40 دقيقه من العرضيات سواء فاولات او كورنرات ومفيش فيهم اي حاجه راحت على الجول. خلص الشوط الاول، شوط العرضيات 0-0. معرفش الاهلي عايز ايه من الشوط الاول ده. بدأ الشوط الثاني بزلزال في المدرجات الثالثه شمال. واحد 61 دقيقة وأول كرة خطر كانت من زيزو. يعني الأهلي هجوميا ضعيف قوي، أو المحلة دفاعيا قوي جدا. يا نهار أبيض. اعتراضات شديدة من الكابتن علاء عبد العال على الحكم، رغم ان الدنيا ماشية تمام يعني يا كابتن علاء، و0-0 هو اللي انت بتموت فيها. كابتن علاء عبد العال نزل مدافع في الدقيقة 75 وينزل مدافع في الدقيقة 82 وهو متعادل 0-0 الثلاث ماتشات اللي فاتوا، واعتقد الماتش ده كمان. ايه يا داري الطلقة اللي في العارضة دي. ثواني وهيصفر الحكم. صفر امين عمر. المحله مش هتنام النهارده تقريبا. بص الملعب، جماهير المحله مش هتنام النهارده. جمهور المحله الماتش خلص من هنا وما رحمش جمهور الاهلي بحفله محترمه من هنا. ريبيرو بيقدم مستوى كروي في منتهى السوء. فريق تعادل 0-0 3 ماتشات، يعني باين عليه ان هو هجوميا في البطيخ بس دفاعيا قوي جدا. نشوف هيقول ايه في المؤتمر الصحفي، يمكن نساله السؤال ده لو لحق. يعني من نتائج الفريق المحله هو تعادل اول 3 ماتشات 0-0، فباين جدا ان هو قوي جدا دفاعيا وضعيف جدا هجوميا. ما كانش حاسس ان هو المفروض يريسك هجوميا اكتر من كده. طبعا ما كانش عاجبه السؤال، وبصراحه قعد يقول اي كلام في البتنجان، ما اشتريتش منه اي حاجه خالص. وفي النهايه حابب اقول شكرا لكل جماهير المحله على اليوم الجميل ده، وشكرا لكل جماهير الاهلي اللي كانت بتهز الملعب وحضرت من كل مكان في مصر. ورساله للمسؤولين عن الكوره في مصر، امتى هيبقى الدوري بتاعنا كله انديه جماهيريه؟ وامتى هنتخلص من دوري الشركات بتاعنا؟ اتمنى يكون ماتش المحله والاهلي ده اشاره ليكوا عشان تعرفوا ان الكوره للجماهير. وبس كده، الحمد لله، سفرية طيبة.